السلام عليكم، عاملين ايه؟ كيكة النايت، كيكة زمان اللي كنا بنشتريها واحنا صغيرين، وهي عبارة عن طبقتين رقيقين من الكيك وبين الطبقتين دول طبقة من المربى، وكانت بتبقى لذيذة جدا. النهاردة هعملها معاكم بمكونات اقتصادية جدا، وبيضة واحدة هنطلع من 10 ل 12 قطعة، وكمان بطريقة سهلة جدا. لو أول مرة تشوفي القناة متنسيش تفعلي زر الجرس وتشتركي وتعملي لايك، ونسمي الله ونبدأ بالمكونات. أول حاجة معايا بيضة كبيرة بدرجة حرارة الغرفة، كيس من الفانيليا، معلقة كبيرة من الكاكاو الخام، ومع كوبايتين إلا ربع من الدقيق متعدد الاستخدام، كوباية من الحليب، تلتين كوباية من الزيت، كوباية إلا ربع من السكر، ومعلقة كبيرة من الخل، وسنة ملح. اول حاجه هجيب الخلاط وهنزل بيه بالزيت والحليب والسكر والبيضه والفانيليا ومعلقه كبيره من الخل وسنه الملح. هبدأ كده اديلهم ضربة لحد ما يعمل معايا فوم ولونه يفتح بالشكل ده، ودي انسب طريقة علشان الخليط يتجانس والسكر يدوب تماما. تقدري طبعا تعمليها في المضرب الكهربائي، وتقدري كمان تعمليها في المضرب السلك، بس صراحة الخلاط بيخلي المكونات متجانسة جدا. بعد ما كده ضربت المكونات السائلة، قلت بيهم في بولة. وكمان الدقيق بقى لازم ضروري جدا تنخلوه علشان الكيكة تطلع هشة. حطيت الدقيق هنا ما مليتش بيه الكوباية علشان الكيكة بتاعتي ما تبقاش مكتومة، وما عبتوش وما دكتش الدقيق بإيدي. ضروري جدا نملى بالمعلقة وما ندكش الدقيق علشان الكيكة زي ما قلت لكم ما تبقاش مكتومة. حطيت اول كوباية وبدأت كده بالاسباتولا اقلب من تحت لفوق، وبعدين نخلت الكوباية التانية، كوباية الا معلقة كبيرة او الا معلقتين كبار على حسب نوع الدقيق. انا عندي خدت كوبايتين الا معلقة كبيرة. معلقة ديت هبدأ استبدلها بمعلقة الكاكاو. هقلب بقى كده بالراحة بالمضرب، وهنزل بمعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهقلب بالراحة من تحت لفوق لحد ما يتجانس. هركنها بقى وهنبدأ نجهز مع بعض الصينية. جبت هنا صينية مربعة، وجبت كمان ورق زبدة، بدأت أقيسه. هاخد من ورق الزبدة ده القاع بس، مش هاخد الحواف. أنا عايزة هنا اخد القاع علشان الكيكة بتاعتي تطلع مربعة. ولو خدت معاها الحواف اللي انا بشاور لكم عليها دي، هتخلي الكيكه بتاعتي مش هتطلع مربعه ومش متساويه. هبدا اديلها كده دهنه بسيطه من الزيت، وكمان هدي كمان دهنه من ورق الزبده من فوق، وهنزل بقى كده بالخليط، وهسيب معلقه واحده كبيره بس، وديت اللي هنعمل بيها الشكل اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو من فوق الكيك. هبدأ أسوي بقى كده، وهجيب الخليط كده لحد الحروف، وهبدأ أديلها خبطة بسيطة كده لحد ما الخليط يجي في كل الصينية علشان ما تطلعش جنب عالي وجنب واطي. المعلقة بقى اللي ركنتها نزلت عليها بمعلقتين حليب سائل، وكمان معلقة صغيرة من الزيت، ومعلقة كبيرة من الكاكاو الخام. قلبتهم كده، وبعدين هبدأ بقى أعمل بورق الزبدة قرطاس. تقدروا طبعا تحطوا بكيس الحلواني، تفتحوا فتحة صغيرة وتنزلوا بالخليط على الكيك، تعملوا بيه خطوط زي ما انتوا هتشوفوا كده بالظبط. بدأت بقى كده عملت ورقة الزبدة قرطاس، وبدأت أعمل الخطوط زي ما قلت لكم وبالشكل ده. ومش مهم تكون متجانسة معاكي، كده كده احنا هنظبطها بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، باللي هي عصاية الشيش طاووق. بدأت اديلها بقى شكل كده خطوط عكس بعض، وبدأت احطها في الفرن. والفرن هنا انا كنت محمياه من قبل ما ابدأ الكيك. بعد 20 دقيقة، ما فتحتش عليها الا بعد 20 دقيقة، بدأت كده احط الخلة وطلعت معايا نضيفة. سبت الكيكة تماما لحد ما بردت علشان ما تتكسرش معايا، عشان تطلع معاكي حتة واحدة. زي ما انتوا شايفين طلعت بكل سهولة من الصينية ومش لازقة، وهتطلع كمان من ورقة الزبدة بكل سهولة. بعد كده بقى هبدأ بقى أقسمها على نصين. تقدروا طبعا تشيلوا الحروف وتقدروا تخلوها. أنا بصراحة الحروف عندي ما كانتش ناشفة قوي علشان أشيلها، فأنا شلت حرف واحد من هنا، وبوريكم إن طعمه حلو قوي وكمان ما كانش ناشف معايا. بدأت بقى أدهنها بالمربى بعد ما قلبت المربى كويس علشان ما تجيش في مكان عالية ومكان واطية. بدأت أخلي أديلها تدفية بسيطة كده على النار، وبعدين بدأت أفكها بالمعلقة. دهنت وقطعتها كده بالشكل ده. تقدروا طبعا
تعملوا، أنا طبعًا عاملاها هنا زي قطع الجاتوه عالية شوية، تقدروا تمسكوا مثلًا الطبقة تقطعوها زي ما بنعمل كده في كيكة التورتة، نعملها كده نقطّعها شرايح، تقدروا تقطعوها وبعدين تحشوها بالمربى. أنا قسمتها نُصّين، ودي كانت قطع مناسبة جدًا، وكان طعمها حلو لدرجة إن الولاد كانوا عمّالين يخطّفوا، أنا مش عارفة شُفتوا في الفيديو والّا لأ، بس عجبتهم جدًا وكانت طعمها خفيف ولذيذة جدًا، اقتصادية وخفيفة وهشة، وكمان ما خدتش وقت. باتمنى الفيديو يكون نال إعجابكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.